بيبدأ الانمي مع بنت جميلة وزي القمر ومفيش في جمالها اتنين، قاعدة في الشارع حزينة ومكتئبة ومش طايقة نفسها، وبيكون اسمها شيري، وبتقول في نفسها انا ايه يا رب اللي دخلني المدرسة دي اصلا، تعليم ايه وقرف ايه. الست معروفة ان ملهاش غير بيت جوزها، ولما بترفع عينها على الارض بتشوف جوزها، قصد صاحبها في المدرسة كاي، واللي بتكون معجبة بيه ونفسها ترتبط بيه. فبنرجع للماضي وبتحكي لنا شيري عن اول مرة اتكلمت فيها مع كاي لما كانت رايحة المدرسة وهي وحيدة ومنكسرة ومحدش حاسس بيها ولا عارفها، وبتشوف قدامها عيل اصفر وجميل كده ماسك في ايده ازازه ليمون بالصودا، فبتنبهر وبتستغرب ومش بتصدق نفسها، وبتفضل متابعاه طول الطريق لحد ما بتشوفه وهو بيتخانق مع 3 طلاب من المدرسه بيتريقوا عليه وبيقولوا له يا عن اصفر وكمان بتشرب صودا صفرة، جرايه يا عم ما ترحم نفسك شويه. فبيتضايق كاي وبيقرر انه يعاقبهم ويقول لهم احنا ممكن نشرب الصودا دي كلنا سوا، وبيرج الازازه وبيفتح غطاها فجاه علشان يغرقهم بالصودا، بس بيتصدم لما بتيجي الصودا على شيري كمان، وبدل ما يعتذر لها بيفضل مبلم وباصص لها كده من غير ما يقول اي حاجه. فبتتكلم صاحبته بالنيابه عنه وبتقول لها معلش يا شيري هو غبي شويه ومش بيعرف يتعامل مع البنات مع انه مز، بس ربنا مش بيدي كل حاجه. وعلى عكس المتوقع مش بتتضايق شيري وبتقول لنفسها هو كاي دلق الصودا عليا انا، اكيد قصده يلمح لي، وحرفيا بتفضل تتنطط طول اليوم في المدرسه زي العبيطه ومحدش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط لحد ما بيدخلوا كلهم الفصل. وبتتصدم شيري لما بتشوف كاي تاني بعد ما غير لبسه ولبس ترنج رياضي علشان حصه الالعاب باين، وبتقول في سرها ده لابس زي بالظبط فها بقى. وبعد المدرسه بتروح شيري البيت وهي مش شاغل تفكيرها غير حاجه واحده بس، وهي ازاي تتكلم مع كاي. ولما بتوصل البيت امها بتقول لها ايه يا بنتي مش ناويه تدخلي عليا بعريس بقى ولا ايه اللي زيك فاتحين بيوت؟ فبتستغرب شيري من كلامها لانها لسه في ثانوي اصلا، وبتقول لها ماما هبقى اعزمهم في البيت وانت اختاري منهم ما دام الموضوع همك كده. وبتدخل وهي متوتره بس فرحانه برضه لانها اتكلمت مع كاي النهارده لاول مره، وبتقول لنفسها انا لازم اكلمه تاني بس لازم اتدرب كويس علشان اعرف اقول له ايه المره الجايه. وتاني يوم في المدرسه بتروح شيري بدري جدا وبتفضل تتدرب هتقول ايه لكاي اول ما تشوفه. فاول حاجه بتيجي في بالها انها تقول له صباح الخير، بتفضل تقولها كتير لكن صوتها بيعلى فجاه غصب عنها في دخلة كاي الفصل، يا حلاوه على الحظ. فبيقول لها ايه يا بنت انت اتجننتي ولا ايه؟ وبعدين صباح الخير ما بتتقالش كده اصلا، وبيخليها تكرر وراه كلمه صباح الخير وبيفضل يتريق عليها لانها شبه البغبغان بتكرر وخلاص. فبتتكسف شيري وبتقول ان كاي اتريق عليها بس هي مبسوطه ان نتكلم معاها. يا سلام على الكرامه اللي عندك. المهم لما بتبدا الحصه بيذنب المدرس بنت في الفصل اسمها ايومي بسبب انها ما حلتش الواجب بتاعها، فبتتحمس شيري وبتفتكر ان ايومي ساعدتها لما العصير وقع عليها قدام المدرسه امبارح، وبتقول لها احنا ملناش الا بعضينا خد الواجب بتاعه اهو. فبتفرح ايومي وبيسقفوا لها كل الطلاب في الفصل علشان ساعدت صاحبتها. فشيري بتتكسف وبتفرح ان كل الطلاب اللي كانوا بيتريقوا عليها دلوقتي بقوا بيسقفوا لها بالصدفه طبعا. وبعد الحصه بتقول لها ايومي ما تيجي تقعدي معانا وبالمره تعرف تشكرها على مساعدتها ليها. فبتوافق شيري على طول لان ما عندهاش اصحاب اصلا. وقتها بيكون في مجموعه طلاب واقفين قدام الفصل، واول ما بيشوفوا شيري بيقولوا ايه ده مش دي البنت اللي كنا بنتريق عليها في اعدادي؟ ولما شيري بتسمعهم بتعيط وبتتضايق وبتطلع تجري في الفصل وهي حزينه ومش طايقه نفسها، وبتفضل تعيط وتقول هم ليه دايما ورايا العالم دي، انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير ان اتقبل في الجامعه وارتبط بكاي. شايفين الاهداف يا اولاد؟ بتروح المكتبه علشان تقعد لوحدها هناك زي ما بتعمل طول عمرها. فهنا بيروح لها كاي وبيقول لها معلش ما تزعليش هم ما بيقدروش البنات الحلوه اللي زيك. فشيري بتبص حواليها علشان تتاكد ان الكلام ده ليها وما بتبقاش مستوعبه ان كاي بيتكلم معاها اصلا، ولكن الدنيا برضه مش بتضحك لها وبيظهر الولاد اللي بيتريقوا عليها تاني وبياخدوا الكوتش بتاعها. وانا مش عارف هي ليه قال على الكوتش بتاعها في المكتبه بصراحه، العيال بيرموا الكوتش بتاعها في الزباله، فبتروح شيري تاخده من سكات وهي زعلانه. لكن ساعتها بيجي كاي يتكلم معاها تاني وبيقول لها هو انت ليه ساكته ومستسلمه كده؟ فبتقول له والله يا ابني ما لاقي حد يساعدني. فبيتصدم كاي من كلامها الدبش لانه كان مستناها تقول له لكنها طلعت ولا فاهمه حاجه. فبيقول لها انا غلطان اصلا اني اتكلمت معاك يا غبيه. وفي اخر اليوم كانت شيري عماله تفكر في اول يوم شافت فيه العيال المتنمرين دول لما كانت في اختبار قبول لمدرسه المتفوقين، يومها اتريق عليها نفس الولاد دول، فقعدت في الشارع وهي حزينه ومكتئبه لحد ما ظهر قدامها الواد كاي واللي انبهرت بجماله والماتشنج اللي عامله مع ازازه الصودا. وقتها اداها كاي الحاجات اللي وقعت منها على الارض، فبتقرر تسيب كل حاجه في حياتها وتروح المدرسه اللي فيها كاي علشان تعترف له بحبها وترتبط بيه. ومش مهم بقى مدارس المتفوقين دي خالص، متفوقين ايه بس اهم حاجه النحنحه اللي عندها دي. وتاني يوم بتجيب ازازه صودا ليمون وهي رايحه المدرسه وبتقف قدام الولاد اللي بيتريقوا عليها، وفجاه بتفتح ازازه الليمون وبتغرقهم بيها المجنونه. فبيزقها واحد منهم وبتقع على الارض وهم مش مصدقين اللي هي عملته ده. وقبل ما يعملوا اي حاجه بيجي وقتها كاي وبيقول لها ايه مش ناوي تطلب المساعده بقى؟ فبتقول له والله يا ابني ما لاقي حد يعتمد عليه هنا. فبيقول لها ده انت بتهزري بقى. وعلشان هي نفسها اصلا انه يساعدها راحت مفتوحه في العياط، فبتصعب عليه وبيتخانق مع الولاد دول علشانها وبيقول لهم محدش يقرب منها تاني. شيري طبعا
طبعا بتكون طايره من الفرحه انه دافع عنها، وبتنبهر اكتر لما بيقول لها انها دايما بتعيط كده، نفسه مره يشوفها ساكته مش زعلانه، وبيكون قصده على المره اللي كانت قاعده فيها في الشارع. فبتقول في نفسها ياه اخيرا اخد باله مني، وبتفضل بصله وهي منبهره ومش مصدقه نفسها ان هي في باله طول الفتره دي. والله تلاقيه فاكرها علشان شكلها المسخره ده مش اكتر. وتاني يوم بتروح شيري المدرسه وبتشوف كاي قدامها، ولكن كالعاده بتبلم اول ما بتشوفه. فبيقول لها كاي ايه؟ فبتقول له ايه عايز ايه؟ فبيقول لها علي صوتك مش سامع. فراحت زي المجنونه كده قالت له انها بتحبه، لكن رجعت تاني بسرعه قالت له قصدي صباح الخير. وبتتكسف من تصرفاتها الغريبه دي اللي بتظهر بس لما بتشوفه، وبتاخد ديلها في اسنانها وبتجري بسرعه على الفصل. وبعد شويه بينزلوا كلهم لحصه الالعاب، وبيروح كاي كاي شاب شعره اصفر يتفرج على البنات وهي بتلعب سله. ليه قلت كده على اللي شعرهم اصفر مش عارف. المهم بتكون شيري واقفه في جنب لوحدها كده ومكسوفه تلعب مع باقي البنات، وبتقول في سرها هم اكيد مش بيحبوني ومش عايزين نلعب معاهم، انا هفضل واقفه على جنب كده زي قرد قطع اتفرج على كاي واسيبهم يلعبوا مع بعض. فبيلاحظ كاي انها مش بتلعب معاهم، وبينادى على صاحبته اندي وبيقول لها والنبي هاتي البنت العبيطه دي خليها تلعب معاكم. فبتاخد اندي الكوره وبترميها لشيري اللي بتتحمس فجاه وبتعدي من كل البنات وبتجيب ثلاثيه كمان. فبينبهر كل البنات بيها لانها اول مره تلعب معاهم، وما كانوش يعرفوا انها لاعيبه كده لانها طول الوقت هاديه وساكته. فبتقول لهم لا ده اقل حاجه عندي، واخد بالك يا اللي بتتفرج من بره؟ وبتبص لقيته مش موجود. فقالت لا بقى امال انا عامله كل ده لمين؟ وبتسيبهم وبتطلع بسرعه الفصل علشان تشوفه هو راح فين. وهناك بيتجمع حواليها اندي واصحابها وبيقولوا لها ايه يا بنت اللي جابك المدرسه الزباله دي؟ واحده زيك شاطره وذكيه وبتعرف تلعب سله، المفروض تبقى في مدرسه المتفوقين. فبتقول لهم والله يا اخوانا انا جايه هنا علشان خاطر طلب العلم بس. فبيتدخل صاحبنا في الكلام وبيقول لها يا بنت اسكتي بقى فضحتينا، طلب علم ايه؟ وبيسيب الفصل وبينزل. بيفتكر زمان لما شاف ابو شيري وهو بيتكلم مع المدير، وفهم من كلامه ان شيري دخلت المدرسه هنا بعد ما فشلت في اختبار مدرسه المتفوقين، لان اصحابها في اعدادي كانوا بيتريقوا عليها وده جاب لها اكتئاب وخلاها مش قادره تعمل اي حاجه. وهو ماشي بيسمع واحده من البنات اللي على طول بيتريقوا على شيري، وبيعرف من كلامها ان البت دي جابت صحابها المدرسه علشان يضربوها بسبب ان شيري ضربتها امبارح بازازه الصودا. فبيتعصب كاي وبيقول للبنت دي انت فاكره ان مفيش رجاله في المدرسه ولا ايه؟ لا اصحوا والله لا اوريكم. وبياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري علشان يهرب، قصدي علشان يروح الفصل ويلحق الغلبانه شيري قبل ما العيال تضربها وهي لوحدها. في الفصل بقى بتكون شيري قاعده بتندب حظها وبتقول يا بخت المايلي انا لا دخلت مدرسه المتفوقين ولا عارفه اشقط الواد اللي انا بحبه. وبتسمع وقتها صوت 2 تيران كده وهم بيدوروا عليها، فبتقول مين دول؟ اعوذ بالله، دول شكلهم جايين علشان يضربوني ولا ايه؟ وبتجري تستخبى تحت المكتب بتاع المستر علشان محدش يشوفها. بيدخل الاتنين دول وبيقولوا لها احنا عارفين انك هنا، فهتظهري بالذوق ونضربك ونمشي ولا نلاقيك احنا ونضربك برضه ونمشي؟ ولما ما ردتش عليهم قرروا يدوروا عليها لحد ما لقوها، وفعلا خطتها فشلت ولقوها وهي عامله زي الفار المبلول كده، وبيقولوا لها ده انت هتاكل ضرب. فبتقول لهم لا وانتوا فاكريني ما عنديش رجاله ولا ايه؟ ده انا حبيبي هيجي يقطعكم. وبتنادي بقى على صوتها على كاي اللي بيجي يظبط العيال دي ويعرفهم ان شيري من النهارده تبعه، واللي هيحاول يزعلها هيزعله. فبتبص شيري بانبهار كده وبترجع تاني تعيش في خيالاتها المريضه وهم مع بعض، وبتقول له ده انت عيل اعمى بصحيح. فالواد اتخض كده وقال لها في ايه يا هبله؟ قالت له يعني قدامك القمر دي وما فكرتش في مره حتى تاخد لك بوسه كده من غير ما اخد بالي او حتى انا واخده بالي؟ فبيقول لها بس يا مجنونه قومي كده لم حاجتك وروحي علشان ما تتاخريش. فبتقول له ياه. قال لها ولا ياه ولا مش ياه علشان انا عارف اللي هيحصل بعد كده. لا انا مش قلقان عليكي ولا حاجه، بص يا حلوه انت طيبه وغلبانه وكل حاجه ايوه، بس انا خايف عليكي لحد يضربك بس، خصوصا بعد ما ضربت العيال دي وخليتهم متضايقين كده، هو ده الموضوع كله. فشيري يا عيني كان قلبها هيقف وعينها هتدمع من كلامه، وحلفت ما هي ماشيه غير لما يعمل لها اللي هي عايزاه. ورقه وقلم كده واكتب يا ابني، عايزه تخرج معاه بعد المدرسه ويكونوا هربانين كمان مش خارجين بعد الوقت الرسمي. فقال لها يومك مش معدي النهارده، بصي هعمل لك كل اللي نفسك فيه بس قومي روحي دلوقتي. وفعلا شيري بتلم حاجتها وبتتحرك وهي مبسوطه والسعاده مش سايعاها والارض كمان مش شايلاها، وبتقول انا شكلي بحبه بجد ولا ايه؟ لا والله بجد مش عارفه بعد كل ده. وتاني يوم بتروح المدرسه وبتنسى كل حاجه، ولكنها بتفتكر تفضل مركزه مع كاي طول اليوم. وبعد ما اليوم بيخلص بتقول لنفسها انا مش عايزه اتقل عليه اكتر من كده بقى، انا اروح البيت من سكات. وفي طريقها للبيت بيوقفها اصحابها اللي كانوا معاها من زمان في المدرسه وبيتريقوا عليها تاني، وبيطلعوا عليها اسم انها حجر بما انها طول الوقت ساكته وهاديه وما عندهاش اصحاب طول عمرها. ولكن فجاه بيظهر كاي وبيقول لها انت مين اللي قالك روحي من المدرسه؟ فبتقول له هو انت عبيط ولا ايه؟ انت مش قلت لي امبارح تخلصي المدرسه وتمشي على طول؟ فقال لها يا بنتي ما انا قايل لك هروق عليكي وحقق لك احلامك النهارده، تعالي معايا هاخدك ونخرج شويه علشان تشوفي المدينه. فبتقول له لا يا اخويا ما اقدرش امشي معاك لوحدنا، انت فاكرني سهله كده؟ لا سوري معلش انا بنت ناس برضه، بس تعالى بقى وصلنا لحد البيت. فقال لها بجد والله، بس قرر روح معاها وخلاص. وفي الطريق قال لها انا عارف ان العيال دي كانوا بيتنمروا عليكي زمان
زمان، بس انا عايزك تثقي في نفسك وتسيبك من العيال الهبله دي. وفضل يقول لها كلام حلو يرفع من معنوياتها. فشيري بتنبهر ومش بتصدق نفسها من الفرحه وبتفضل تتنطط زي العيال الصغيره كده، وبتقول شكلك عملتها يا بت يا شيري وعرفتي توقعيه. اخيرا بقى هلاقي حجه اسيب بيها المدرسه وارتاح، لكن الاول لازم تلاقي طريقه تخلص بيها من العيال اللي بتنمروا عليها دي، لان كده مش هينفع. وبتكمل العبيطه طريقها للبيت وهي مبسوطه. على الجانب الاخر بيكون كاي في طريقه مع صاحبه وبيحكي له عن اول مره قابل فيها شيري. فبيقول له صاحبه ان اكيد البنت دي بتحبه لانه الوحيد اللي وقف جنبها وقت ما كل الناس كانت بتتريق عليها. فكاي بيقول له لا يا عم ما تكبرش الموضوع قوي كده، لا حب ولا حاجه، هم شويه اعجاب وهيروحوا لحالهم، انت عارف ان ماليش في الارتباط والحاجات العبيطه دي. تاني يوم بيقول لهم المدرس انه هيبدل الكراسي، مش عارف ليه بصراحه، بس هو اي تغيير وخلاص. وبتكون وقتها شيري بتفكر في حياتها المنيله اللي عايزه تغيرها للاحسن. فبصت حواليها لقت ايومي معاها في الفصل، فتعرفت عليها اكتر علشان يبقوا اصحاب. وبيشوفهم المدرس وهم حاضنين بعض كده، فقال لهم لا بقول لكم ايه مش ناقصين احنا. وبيبدا يوزع عليهم ارقام الكراسي الجديده بتاعتهم في الفصل. وبتعرف وقتها شيري انها هتقعد جنب سيتو صاحب ايومي، وايومي هتقعد جنب كاي حبيب شيري. فبيقولوا حلو ده نبدل بقى. وفعلا الحظ لعب مع اصحابنا ولقوا نفسهم جنب بعض اخيرا. بس ايومي قالت لها خلي بالك علشان كاي طول اليوم بيبقى نايم على نفسه، فكل شويه بيزقيه كده علشان يفوق لنفسه بدل ما المدرس يطرده. فبتروح شيري تقعد جنب كاي علشان تراقبه من قريب. وبتلاحظ وقتها انها ما تعرفش عنه اي حاجه مع انهم في نفس الفصل من زمان. البت ايومي طلعت عارفه عنه حاجات اكتر منها، فبتفضل مركزه معاه وهي بتقول في سرها انا مش هسيبك غير لما احفظك. فالمدرس نده عليها وقال لها انت يا ابله ركزي هنا وسيبك من الواد ده، لكن برضه هي ولا هنا مركزه مع صاحبنا هو بيعمل ايه، لحد ما المدرس اتعصب وحدفهم بالسفنجه اللي في ايده وقال لهم لو ما ركزتوش هنا هنقلكم من جنب بعض. فبتقول له انت بتهزر ولا ايه، ده انا ما صدقت قعدت جنبه. فبقى اصحابهم اخدوا بالهم وسالوه ايه يا عم انت ارتبطت بيها ولا ايه؟ فقال لهم لا ولا ارتبطت بيها ولا حاجه، دي بنت غلبانه كده لقيتها مكتئبه وما عندهاش صحاب وعندها رهاب اجتماعي فقررت احتويها. وفضلوا يضحكوا على كلامه. المهم بعد الحصه شيري لقت الطاقيه بتاعته فراحت تدور عليه هو راح فين ده. وفعلا فضلت تدور لحد ما بتلاقيه نايم لوحده في فصل مقفول كده في المدرسه. فبتدخل علشان تديله الطاقيه بتاعته ولكن صوت رجليها بيصحيه غصب عنه من النوم. فبيقول لها يا بنت انزلي من على دماغي بقى، هو انت ورايا مش عارف انام منك. فبتقول له خلاص يا عم اتخمد انا كلمتك. فقال لها بصي خلي الكاب ده معاك هديه، يلا بقى مع السلامه. فقالت له كده والله انا غلطانه ولسه هتمشي. قال لها خلاص لا انا عايز انام ولا حاجه. وبياخدها وبيخرج. وفي الطريق بيوقفوا اصحابه وبيقولوا له ايه يا ابني انت كنت فين مختفي كده؟ فبيقول لهم مفيش كنت مختفي وخلاص. وبيشاور لشيري علشان ما تقولش لحد على المكان اللي بينام فيه. المهم قبل ما بيمشوا بيعرفوا ان المدرسه عامله لهم رحله بكره، فبيتحمسوا يا ترى هيروحوا فين. في اليوم اللي بعده عرفوا انهم واخدينهم يتسلقوا جبال غريبه كده عندهم في اليابان. كمان شيري العبيطه هي الوحيده اللي لابسه ترنج والعيال كلها لابسه لبس شيك. فبتقول في سرها ايه بس اللي انا عاملاه في نفسي ده. المهم بعد مشي كتير في الجبل بلا فايده بتمطر عليهم السما وبيكتشفوا انهم تايهين اصلا. عاش والله يا شباب استمروا. وقتها بتقرر شيري انها لازم يبقى ليها لازمه بقى، وبتقرر انها هتلاقي الطريق اللي هيرجعوا منه. فبتجري زي المجنونه في الغابه كده وبيجري وراها كاي وهو بيقول لها تعالي هنا رايحه فين. وبعد شويه بيوصلوا هما الاتنين لجسر على قمه الجبل. فكاي عيني قلبه كان هيقف وقال لها ها يا مجنونه انت وبعدين. فقالت له الجسر ده موجود في الخريطه اللي معايا. فبيقول لها ايوه وبعدين يعني. فقالت له يعني ده الطريق يا زكي، روح بقى انده لهم علشان نرجع قبل الليل. وطبعا كلهم كانوا مبهورين بيها ان هي اللي عرفت الطريق وانقذتهم. وهي طبعا عامله فيها كونان وقالت لهم لا دي اقل حاجه عندي بس انتوا اللي مش مديني فرصه. وقتها بيشوفوا قدامهم منظر جميل بين الشجر على شكل قلب، فبيفضلوا يتصوروا عنده. وبيروح كاي يديها ازازه صودا وبيقول لها خدي اشربي شويه علشان انت تعبانه. تعرفي يا بنت يا شيري ان منظر القلب ده مشهور قوي، والناس بتقول ان اي اتنين بيقعدوا تحت منظر القلب ده بيقعوا في حب بعض. فبتقول له في سرها طب ايه، وبتتضايق لما بتلاقيه مش واخد باله وراح يتكلم مع العيال التانيه. تاني يوم في المدرسه بتدخل شيري الفصل وهي متحمسه وبتلاقي حلويات وشيبسي وشوكولاته وعلى الديسك بتاعها. فبتقول ايه ده كل الحاجات الحلوه دي ليا انا؟ فبيقول لها اصحابها احنا حبينا نشكرك بعد ما انقذتينا امبارح فجبنا لك شويه حاجات حلوه علشان تفرحي بقى وكده. وفعلا هي كانت مبسوطه لكن علشان النكد في دمهم لازم تعمل حوار من اي حاجه. وقالت لكاي وانت بقى ما جبتليش حاجات حلوه ليه؟ فبيقول لها معلش نسيت. فقالت له لا عادي اصلا الاهتمام ما بيطلبش. وقتها بتيجي واحده صاحبتها توريها صوره لكاي في اعدادي وهو شعره اسود، فبتنبهر بشكله مش بتبقى مصدقه وبتقول له يا ابني رجع شعرك اسود تاني، شكلك احلى بكتير وانت بشعرك اسود كده. واما بيسالوها اصحابها عن شكلها وهي في اعدادي بتتكسف ومش بتبقى عارفه ترد عليهم، وبتفتكر ان وهي في اعدادي كان العيال كلها بيتريقوا عليها علشان طول الوقت ساكته وفي حالها، فما كانش عندها اصحاب علشان تتصور معاهم وتقريبا ما عندهاش صور ليها مع حد وهي في اعدادي. فكاي بيبص لها من بعيد كده وبيبان عليه انه فاهم كل حاجه وعارف انها خايفه تقول لهم على الحقيقه، وبيستغرب ازاي بنت جميله وذكيه زيها كده مش واثقه في نفسها وبتسيب كل الناس يتريقوا عليها، وبيبقى عايز يساعدها بس مش
مش عارف ازاي. وبتروح بعدها شيري البيت علشان تدور على صورة ليها وهي في اعدادي، وفعلا بتلاقي صورة لحفلة التخرج، وبتبقى صورة واحدة ليها، فبتاخد الملف كله علشان توريه لاصحابها تاني يوم. لكن اول ما وصلت لقت كل واحد فيهم معاه صوره، ومن الاخر كده كلهم احلى منها. فقالت وانا صورتي دي هتعمل ايه وسط، عايزه ترمي الملف قبل ما حد يشوف الصوره بتاعتها. ولكن فجاه بيظهر كاي وبيسرق من ايدها الملف وبيقول لها ايه يا بنتي مخبيه ايه، وريني كده. واول ما بيشوف الصور بيقول لها ما انت حلوه اهوت، امال مالك جريتي ليه؟ انا قلت ان شكلك كان عبيط ولا حاجه وانت صغيره علشان كده خايفه توريها لهم. وقال لها توريهم انت ولا اروح اوريهم الصوره انا؟ فبتقول له لا يا عم هات هوريها لهم انا واللي يحصل يحصل. فبيقول لها مفيش حاجه هتحصل، وعرفها ان اصحابها بيحبوها فتسيبها بقى من الافكار اللي في دماغها دي. فهي بتشكره وبترجع الفصل علشان توري اصحابها صوره التخرج بتاعتها. وفعلا الموضوع عدى على خير، وكلهم قالوا لها انها كانت حلوه قوي وهي صغيره على عكس ما كانت متوقعه. لكن اللي هي استغربته لما قالوا لها ان في بنت في الفصل اللي جنبهم اسمها سيرينا غيرانه منها، وده علشان هي بتحب كاي وعايزاها تبعد عنه بدل ما تخرب الدنيا. ونصحوها انها تبعد عنه لانه اصلا مش بيرتبط بحد وبيتسلى بالبنات من الاخر يعني. فشيري اتضايقت من كلامهم، لكن برضه ما كانتش عارفه تتصرف ازاي. ولما رجعت البيت فضلت تفكر لما كانت حاسه انها تعبانه، وفعلا اكتشفت انها اتخبطت دور برد من اللي قلبك يحبه وهتفضل في السرير شويه كده. فبتاخد الادويه بتاعتها وبتفضل قاعده باحترامها كده لحد ما نشوف بقى. فجاه بتتصل بها ايومي علشان تطمن عليها، ولما بترد بتكتشف ان كاي هو اللي بيكلمها وبيقول لها ما تنزلي تصيعي معانا شويه علشان وحشتيني. فبتقول له لا يا عم معلش انا تعبانه ومش قادره اتحرك من مكاني. فبيقول لها طب افتحي الشباك سلمي علينا وبعدين ادخلي تاني. فالهبله قالت بجد ونسيت البرد والتعب اصلا، وراحت فتحت الشباك لقت اصحابها كلهم ومعاهم كاي اللي جاي يطمن عليها. فالبت زي ما يكون خلاص شافت العلاج بتاعها وبقت تمام قوي. وتاني يوم في المدرسه بتبقى شيري طالعه على السلم لا بيها ولا عليها، وفجاه بتشوف تليفون طاير في الجو ما تعرفش بتاع مين اصلا. فبتمسك التليفون وبتلاقي عليه صوره كاي، ولما بتبص علشان تشوف مين صاحب التليفون ده بتلاقي سيرينا وبتتضايق جدا وبتقول لها يا بتاع انت صورته عندك بتعمل ايه؟ فبتقول لها سيرينا وانت مالك، وبتاخد منها التليفون علشان تمشي. فبتقف شيري مع نفسها وبتقول لا كده مش هينفع، الواد هيضيع، انا لازم اشقطه قبل ما يتشقط مني. في الوقت ده كان هو واقف تحت مش فاهم اي حاجه من الخطط اللي بتتعمل عليه. وفي الفصل بيوريهم المدرس صوره الرحله الاخيره اللي كانوا فيها، وبتلاقي شيري انها متصوره مع كاي اكتر من اي حد، ودي اول مره تقريبا تتصور مع حد كل الصور دي. فاصحابها بيقولوا لها ايوه يا عم بقى متصوره مع كاي وبيضحك كمان في كل الصور بتاعتك، مع انه مش بيحب يضحك وهو بيتصور اصلا وكئيب في كل الصور بتاعته. فبتفرح شيري بكلام اصحابها وبتحس ان بقى ليها قيمه وكاي مهتم بيها كمان. لكن من الناحيه التانيه اصحاب بطلنا كانوا بيتريقوا عليه علشان متصور مع شيري بس، وهم اصلا كانوا شاكين ان في حاجه بينهم. فبيقول لهم وفيها ايه يعني البنت جميله في كل الصور. فبيتصدم اصحابه وبيقولوا له هو انت بجد بتشكر في بنت؟ دي اخر حاجه كانوا يتوقعوها من عديم المشاعر ده. وتاني يوم بتكون شيري في طريقها للمدرسه وبتشوف قدامها سيرينا، فبتحس بالغيره بعد ما عرفت انها كانت الاكس بتاعت كاي، وبتحاول انها تتجنبها وما تتكلمش معاها. وفي المدرسه بيقول لهم المدرس ان عندهم امتحانات بعد كام يوم. طبعا اصحابنا اول ما سمعوا كده حسوا بهبوط وشويه شويه كان هيغمى عليهم في الفصل. لكن شيري فضلت تقول لهم اهدوا اكيد هنلاقي طريقه نغش بيها، يا سلام على الضمير اللي عندك يا حبيبتي. وبيتفقوا انهم بعد المدرسه هيروحوا الكافيه يحاولوا يذاكروا شويه كده، واخدين بالكم هيحاولوا. فبتوافق ايومي وبتاخد معاها حبيبها علشان تذاكر شويه، ولقوا كاي جاي والموضوع كده ما بقاش مذاكره خالص، كل واحد اخد صاحبته وقعدوا مع بعض لوحدهم. كاي وشيري بقى فضلوا قاعدين مبلمين لبعض كده ومش لاقيين حاجه يقولوها. فجاه لقوا سيرينا وصلت مع اصحابها اللي ما بيصدقوا يشوفوا شيري علشان يتريقوا عليها. وبتتصدم سيرينا لما بتشوف كاي قدامها وبتقول ايه ده كاي وحشتني والله، انت ايه اللي مقعدك جنبه يا زفت انت، اتصرفوا معاها يا بنات. فبتبدا البنات دي تتنمر على شيري وتتريق عليها، ولكن سيرينا بتحس ان الموضوع بوخ على الاخر، فبتتخانق هي مع صاحباتها علشان يسكتوا. فكلهم كانوا مستغربين منها، هي بتعمل كده علشان كاي موجود وعايزه توصل له انها طيبه بقى وكده، ولا فعلا شيري صعبت عليها؟ حتى شيري كانت متفاجئه هي مالها كده بتتعامل زي ما يكونوا اصحاب بقالهم سنين. المهم تاني يوم بتدخل شيري المدرسه زيها زي اي طالبه مجتهده، فبيوقفها اصحاب سيرينا تاني وبيقولوا لها سيرينا اللي انقذتك مننا امبارح، بس دلوقتي مفيش حد هيحميك يا حلوه. وبتقرر واحده منهم في لحظه طيش انها تضرب شيري بالقلم، لكن فجاه بتظهر سيرينا قدامها وبتنضرب القلم مكانها، وبعدها بيرمي اصحاب سيرينا العصير عليها وبيهربوا بسرعه من قدامها. ساعتها كاي بيشوفهم وبيقول لها معلش حقك عليا انا، خدي الجاكيت بتاعي ده معاكي. فسيرينا بتتوتر وبتبقى عايزه ترجع له الجاكيت لكنه بيرفض. شيري العبيطه بقى تسكت وتفهم انه زعلان على البت اللي اتبهدلت، لا طبعا اتعصبت وكانت غيرانه لانه بيعمل كده مع واحده غيرها، وفضلت طول اليوم واقفه تاكل في نفسها مش عارفه تعمل ايه. بقى هي بقى لها اسابيع عماله تخطط علشان توقع الواد، ودي تيجي فجاه كده وتاخده بس علشان العصير وقع عليها. وقتها واحد من اصحاب كاي شافها وقال لها في ايه، فعرفته اللي حصل وسالته هو بيعمل معاها كده ليه بالرغم انه سابها.
ده ادالها الجاكيت بتاعه ومشي، وفضلت تضغط على الواد علشان ينطق ويقول لها هو سابها ليه، لكن الواد قال لها لا معلش بقى باسأليه هو. وتاني يوم بتروح شيري المدرسة زي كل يوم، وبتشوف وقتها اصحاب سيرينا وهم جايين يتأسفوا لها بعد اللي عملوه امبارح، وكالعادة بتسامحهم شيري وبتدخل الفصل. وقتها كاي وصل واستغرب انها لاول مرة غيرت تسريحة شعرها، ففضل يعاكس بقى. سيرينا شافتهم وهم واقفين مع بعض فبدأت تتضايق، وبقى نفسها ان كاي يرجع لها تاني. وبعد ما الحصة خلصت اتقابلوا مع بعض، وكانت سيرينا عايزة تعرف هي لسه زعلانة من اللي حصل ولا لا امبارح. كمان قالت لها ان هي ما عندهاش اي مشكلة انها ترتبط بكاي. كدابة قوي البت سيرينا دي. المهم ما علينا، بتقول لها على فكرة انا عارفة كل حاجة عن كاي، بأمارة انه نايم زي القتيل في الفصل اللي فاضي فوق، وعارفة عنه كل حاجة تقريبا، بس ما عنديش مشكلة ترتبطي بيه خلي بالك. وبيجي وقتها اصحاب سيرينا وبيكون معاهم التليفون بتاعها، وبتقول واحدة منهم ايه يا سيرينا شايلة معاكي صور كاي على التليفون ليه؟ انت مش قلت انك سبتيه؟ فهي بتتوتر وبتقول لهم ايه انت وهي، ما كل البنات عندهم صور كاي على التليفون، هي جت عليا انا ولا ايه؟ وبيظهر وقتها كاي بعد ما صحي لوحده من النوم، وبيقول لهم انه عارف ان سيرينا معاها صور ليه وهو مش متضايق من كده. وبيقول لهم كمان انه دلوقتي مع شيري بس مش مرتبط بيها، وبيقول لشيري انت جميلة وانا معجب بيكي بس مش هنرتبط دلوقتي. فطبعا شيري سمعت الكلمتين دول وطلعت السحاب من الفرحة، وقالت عادي مش مهم ارتباط دلوقتي انا مش مستعجلة يعني. وتاني يوم بيقول لهم المدرس في الفصل يا شباب عندكم مشروع صيفي لازم تشاركوا فيه كلكم، وسيبوكوا بقى من المحن احنا جايين نتعلم يا عم انت وهي، يلا اتفقوا على حاجة علشان نعملها، وهخلي شيري هي رئيسة اللجنة الثقافية بتاعة الفصل. فبيتفق كل الطلاب في الفصل ان مشروع الصيف هيكون مشروع قهوة علشان العيال برضه تسترزق بدل ما هم عواطلية كده ومش بيعملوا حاجة في حياتهم. لكن شيري بتكون متوترة جدا، وبعد المدرسة بتكون في طريقها للبيت ومعاها العجلة بتاعتها، وبتبقى عايزة تنجح علشانهم وعلشان نفسها وعلشان تثبت انها مش بنت فاشلة ولا حاجة. وبسبب انشغالها مع الطريق ما بتاخدش بالها ان في منحدر قدامها وبتنزل بسرعة، لكن فجأة بتلاقي كاي قدامها وبيقول لها يا جاموس انتي مش تركزي في الطريق. فبتقول له معلش والله ما اخدتش بالي من المنحدر. وبعدين انت بتطلع منين؟ فعلا والله ده نفس السؤال اللي في دماغي، روح اساله اللي عامل الانمي بقى. طبعا حياة شيري مش هتفضل ماشية تمام كده طول الوقت، لان بيكون في شوية بنات صفرة كده بيكرهوها وعايزين طريقة يبوظوا بيها المشروع بتاعها، لانهم شايفينها بنت فاشلة وغيرانين منها لان كاي مهتم بيها. وقتها شيري كانت مع كاي في حديقة المدرسة وبتقول له انها خايفة ان المشروع بتاعها يترفض، فبيقول لها اعملي اللي عليكي والباقي ده مش بتاعك ده بتاع ربنا، وبعدين انا ما بحبش الاغبياء. فبتقول له اغبياء ايه مش فاهمة عملت ايه انا؟ فبيقول لها انا الاغبياء بالنسبة لي هم اللي بيمشوا ورا القوانين اللي الناس غيرهم حطاها، وان كل واحد لازم يبقى عنده قواعد لوحده وقوانين يمشي عليها علشان يستحمل نتيجة اختياراته. فشير قالت في نفسها انا حاسة اني فاهمة، حاسة يعني بس ماشي هفكر في الموضوع ده. طلعت بسرعة تشتري الحاجات اللي هتحتاجها في المشروع، ولكنها كالعادة بتركز في حاجات تانية وبتنسى الطريق خالص، وبتعدي على نفس المنحدر بتاع امبارح، ولسوء حظها بتنزل المنحدر لتاني مرة بسرعة، ولكن المرة دي كاي مش موجود علشان ينقذها، فبتتقلب بالعجل على الارض وبتقع منها كل الكراتين وبتبقى عاملة زي البطاطسايه المهروسة كده. وقتها سيرينا ومعاها اصحابها بيشوفوها وبيقرروا انهم يساعدوا الغلبانة اللي وقع على الارض دي. وبعد الحادثة دي بتقرر انها ما تفضلش تفكر لوحدها وتشارك مع اصحابها. المهم بيبدأ المهرجان، وبتكون شيري في فصلها هي واصحابها اللي راسمين على السبورة اسم الكافيه بتاعهم، وحاطين مفارش كده على الترابيزات وعاملين كل حاجة وكأنهم في كافيه بجد. وبعد ما طلع عينيهم في الشغل حرفيا لان باقي المدرسة كانوا حابين المشروع بتاعهم، نزلت بطلتنا تتمشى شوية وبالمرة تشوف كاي راح فين، وبالصدفة سمعت صوته لكنها كانت مستغربة هو ازاي عالي كده. وهوب مرة واحدة لقيته هو واصحابه على شاشة كبيرة كده عمالين يتكلموا. كل ده كان كوم، ولما بدأ يتكلم عليها ويقولوا انهم اصحاب مقربين كوم تاني خالص. شيري كل ده كانت واقفة قدام الشاشة وبتقول في نفسها بتقول يا غبي فضحتنا الله يخرب بيتك، وبتتحول في الوقت ده من بنت محدش يعرفها ولا حد بيحبها لاشهر بنت في المدرسة بسبب كلام كاي عنها. وبسبب اللي حصل ده العيال اللي بيكرهوها قالوا لها احنا سمعنا اللي قاله واوعي تكوني فاكرة انه هيحبك، ده انت صعبانة عليه بس مش اكتر. فشيري كانت عايزة تجيبهم من شعرهم بس الطيب احسن وبتسيبهم وتمشي. في الوقت ده كان كاي رايح للفصل اللي هو متعود ينام فيه ده، لكن بيستغرب لما بيلاقي شيري قاعدة هناك وهي حزينة، واول ما بتشوفه بتبقى عايزة تمشي لكن هو بيقول لها لا خليكي. واثناء ما هما بيتكلموا بيسمع كاي صوت البنات جاي من بره وبيتكلموا عليها وبيقولوا ان كاي مستحيل يرتبط بيها. هيرتبط بيها على ايه دي؟ لكن فجأة كده لقوا اللي بيفتح باب الفصل وبيخرج منه هو ماسك شيري في ايده علشان يوصل لهم رسالة انه مرتبط بيها بجد، وبكده يكون سكتهم كلهم علشان يبطلوا اللي هم بيعملوه ده. وفعلا تاني يوم كان المدرس عامل لهم حفلة كده مع بعض بمناسبة نجاح المهرجان، وكلهم كانوا مقتنعين ان شيري هي اللي ليها الفضل كله، حتى باقي العيال المتنمرين اعتذروا لها وفتحوا صفحة جديدة مع بعض كلهم. لكن للأسف بقى شيري لازم تمشي لان اهلها مش عايزينها تتأخر. المهم بعدها شفناها وهي راجعة وشكلها كده كانت متضايقة لانها كانت عايزة تكون معاهم، لكن فجأة بتلاقي كاي قدامها وبيقول لها انا سبتهم علشان اجي اوصلك. واثناء ما هم ماشيين بيقترح عليها
كاي يعدوا على محل الالعاب علشان يشتري لها اي حاجه من هناك، فبتوافق على طول لانها بتحب الحاجات دي، وكان واضح انهم بقوا مبسوطين وهم بيقضوا وقتهم مع بعض. وتاني يوم هم في المدرسه لقينا شويه من العيال المتنمرين دول بعد ما خلصوا حواراتهم مع شيري قلبوا على سيرينا. ليه بقى؟ بيقولوا انها عايزه تاخد منهم العيال اللي مرتبطين بيهم بعد ما عرفت ان كاي نفض لها، وبيتخانقوا معاها لدرجه ان المدرسه كلها سمعت. وشويه وكاي جه هو كمان وراح اتخانق مع العيال صحابهم، وفي نفس الوقت كانت شيري قاعده معاها بتهديها وطلبت منهم يمشوا من هنا دلوقتي. ولما الموضوع هدي شويه بدات سيرينا تتكلم معاها وتعرفها هم ليه بيقولوا عليها كده. زمان لما كانوا في اعدادي كانت سيرينا هي اجمل واحده في المدرسه، وكلهم كانوا بيتمنوا يتكلموا معاها لحد ما ظهر شويه العيال دول، ومن وقتها وهم بيطلعوا عليها اشاعات خلت الكل يبعد عنها. لكن كاي كان هو الوحيد اللي ما سمعش لكلامهم وفضل معاها لحد ما هي حبته. لكن في يوم من الايام سمعتهم وهم بيقولوا ان هو مش بيحبها ولا حاجه، ده بيقضوا وقته معاها وخلاص، فقررت تنفصل عنه بالرغم انها لسه بتحبه لحد دلوقتي. علشان كده قالت لشيري لو انت بتحبيه فعلا خليكي جنبه وما تسمعيش العيال دي زي ما انا عملت وتندمي. المهم الموضوع عدى وخلاص الاجازه قربت، وكلهم اتفقوا مع بعض علشان يروحوا مهرجان الصيف، ما عدا شيري اللي بتقول لهم انها مش هتقدر تروح معاهم، وبتودع كاي وبتقول له اشوفك السنه الجايه بقى. فكلهم ما كانوش فاهمين حاجه. وتاني يوم شفناها قاعده في بيتها حزينه ومش طايقه نفسها لانها مش هتروح المهرجان، وبتفضل تتخيل بقى شكل كاي وسيرينا وهم ماشيين جنب بعض. وفجاه بتسمع صوت يومي جاي من تحت البيت، فبتروح تفتح لها الباب وبتقول لها ايه يا بنتي ايه اللي جابك هنا؟ فقالت لها لا مفيش، انا جاي اخدك علشان نروح مهرجان الصيف سوا. سبحان الله كانت لسه بتقول انها مش هتقدر تروح من شويه، شغل هبل والله. وفعلا بالليل بيوصلوا المهرجان وبتفضل شيري تندب حظها الفقري لان كاي مش معاها. وفجاه بتشوف سيرينا قدامها وبتسمعها وهي بتتكلم مع صاحبتها ان كاي مش هيجي معاها لانه معجب بشيري وزمانه معاها دلوقتي. فشيري بتقول فين بس يا اختي، ضيعت اليوم على نفسي بغبائي. بس الدنيا مش بتزعلها وبتلاقي كاي فجاه وراها. هل تهدى بقى كده وتفرح زي الناس؟ لا طبعا، لما بتشوفها بتتوتر وبتجري في الشارع زي المجنونه، فبيجري وراها علشان يوقفها. ولما بيوصل لها بيلاقيها واقفه بتعيط، فبيقول لها ايه مالك بس بتعيطي ليه؟ فبتقول له بعيط علشان غبيه، انا ما رضيتش اتكلم معاك علشان كنت فاكراك مع سيرينا، وسيرينا ما رضيتش تتكلم معاك علشان كانت فاكراك معايا وحاجه زفت يعني. فبيمسك ايدها علشان تسكت لكنها اتوترت اكتر ورجعت جري لاصحابها. وبعد كام يوم بتبقى الاجازه لسه شغاله والمدرسه بدري عليها قوي، وبتبقى شيري قاعده في البيت متضايقه ومش لاقيه حاجه تعملها، فبتفضل تكلم اصحابها وتبعت لهم رسائل، وبتفتكر وقتها انها مش معاها رقم كاي، فبتقرر انها تاخد رقم تليفونه في اول مره تشوفه فيها. وبعد شويه بتنزل علشان تروح المكتبه وهناك بيشوفها كاي فبيدخل وراها. وبعد ما جابت الكتاب اللي هي عايزاه بيروحوا هما الاتنين لكافيه جنب المكتبه. وبتبقى شيري مش مصدقه وبتفكر في حاجه واحده بس، وهي ازاي هتقدر تقنعه يديها رقم تليفونه وهي بتخاف من خيالها اصلا. فبتفضل تتكلم معاه عن اي حاجه وكانها بتتوه في الكلام لحد ما جه اصحابه وندهوا عليها علشان اتاخر عليهم. فبيودعها كاي وبيقول لها انه كان عايز يشوفها تاني بس مش عارف ازاي. فقالت يا سلام بس كده. وقبل ما يمشي لقاها جايه بتجري ناحيته وبتقول له وحياة امك ادينا رقم تليفونك علشان نتكلم واحنا في الاجازه. واول ما قالت له كده كل اللي واقفين فضلوا باصين لبعض ومستغربين. فهو طلب منهم يمشوا قبله وقال لها انا كنت عايز اطلب رقم تليفونك من بدري بس كنت مكسوف منك اصلا. المهم الاتنين بياخدوا ارقام بعض وبترجع شيري البيت والفرحه مش سايعاها لانها هتكلمه براحتها. وبعد فتره بترجع المدرسه تشتغل تاني وكل حاجه رجعت لطبيعتها. وفي نفس اليوم كانت هي مع اصحابها في المول وبالصدفه والدها شافها هناك، وعلشان هو دماغه قفل ومش فاهم ان دول شباب صغير ما كانش عاجبه طريقه لبسهم ولا اي حاجه فيهم تقريبا. فرجع البيت فضل يتخانق معاها لان اصحابها بالنسبه له عيال ما تربتش ولبسهم غريب وشكلهم اغرب. فبتهديه شيري وبتقول له انهم محترمين ولبسهم عادي يعني لان دي الموضه دلوقتي. فبيتعصب عليها علشان بترد عليه وبيقول لها من بكره مش هتروح المدرسه دي تاني. وفعلا تاني يوم لما اصحابها وصلوا المدرسه اكتشفوا ان هي مش في الفصل، فبيستغربوا لانها كانت اول واحده بتيجي. بيسالوا المدرس بتاعها هو ايه اللي حصل لها بالظبط، فبيقول لهم ان ابوها لسه كان واقف معاه من شويه وقال له انه ناوي ينقلها من المدرسه لانه سمع من باقي الطلبه انهم كانوا بيتنمروا عليها وبيضايقوها، فقرر يبعدها عنهم. فالطلبه كلهم بيتعصبوا وبيقولوا ان ده ما حصلش كده، هو بيفكر في نفسه بس. وبيطلعوا من الفصل وبيجروا ورا ابوها علشان يقولوا له الحقيقه وانهم بيحبوها جدا وبيعتبروها اختهم. بس هو مش بيهتم بكلامهم وبيقول لهم انه اخد قرار وخلاص، وقال لهم انه هينقلها علشان هو مش حابب المدرسه دي ومش حابب ان بنته تفضل فيها. وبيقول لكاي يبعد عنها وما يقربش منها لاي سبب لانه مش حابب يكون في بينهم كلام اصلا، وبيسيبهم وبيمشي. وبالليل بتفضل شيري قاعده في اوضتها حزينه ومتضايقه من ابوها لانه عمره ما ركز معاها ولا كان مهتم هي بتعمل ايه في حياتها اصلا. وبتنام على نفسها من التعب وبتحلم ان اصحابها في يوم كانوا ماشيين قدامها بس عملوا نفسهم مش عارفينها. فبتصحى من النوم وهي مخضوضه ومش مصدقه نفسها ان ده ممكن يحصل لها. وفي اللحظه
اللحظة دي بيكون أصحابها متجمعين وبيتكلموا مع بعض عن اللي حصل، وبيقرروا إنهم يروحوا لأبوها مرة تانية علشان يقنعوه يخليها في المدرسة. فبيتصلوا الأول بشيري وبيسألوها هي عايزة تسيب المدرسة، فبتقول لهم إنها مش عايزة تسيب المدرسة أصلا وإنها بتحبهم جدا، بس أبوها هو اللي مصمم. وهي بتتكلم معاهم بيدخل أبوها الأوضة وبيسحب التليفون من إيدها وبيقول لها إنها كمان ممنوعة من التليفون. ده أنت يعني يا حاج بصراحة معقدها قوي. المهم بيتصل بيها كاي فبيلاقي تليفونها مقفول وبيقرر يروح لها البيت، وبذكائه قرر يطلع من البلكونة علشان أبوها ما يشوفهوش. المهم بيفضل يتنحنح شوية كده ويقول لها إنها وحشته والشغل ده، وقال لها لازم تلاقي حل علشان تفضلي في المدرسة. وفي نفس الوقت تصالح أبوها لأنه بيحبها جدا وخايف عليها ومش عايز يشوفها في موقف وحش. فبتشكره شيري على اهتمامه وبتوعده إنها أكيد هتلاقي حل بكرة علشان ترجع المدرسة تاني. وتاني يوم بتصحى من النوم وهي متحمسة علشان تاخد قرار جديد في حياتها، فبتسأل أمها هي أبوها فين بالظبط، فبتقول لها أمها إن أبوها طلع يجري شوية. فبتروح وراه شيري علشان تقول له إنها عايزة تفضل في المدرسة. وبعد شوية بتوصل فبتلاقي أبوها واقف مع أصحابها في الطريق، فبدأت تتكلم معاه وعرفته إنها كانت بتتعرض للتنمر في إعدادي، بس ما كانتش بتقول له علشان هي مش عايزة تضايقه. ولما دخلت المدرسة الجديدة قابلت أصحابها دول وشافت قد إيه هم بيحبوها بجد. هو عمره ما كان مركز معاها ولا حتى بيسمع لها. فالأب لما لقى إنه فعلا كان غلطان وتسرع لما أخذ القرار ده اتضايق وقال لها إنه بيحبها جدا. كمان اعتذر لأصحابها لأنه كان عايز يبعدهم عن بعض، وقال لهم إنها هترجع المدرسة تاني عادي. وبكده تبقى شيري نجحت في اختبار جديد في حياتها، وقدرت تعرف أبوها إنها ما بقتش بنت صغيرة وقادرة تختار أصحابها وقادرة تعتمد على نفسها في حياتها. وتاني يوم بتروح المدرسة وبتلاقي إن مفيش أي حد جه غيرها، وبعد شوية بيجي كاي وبعدها بيجي كل أصحابها ومعاهم المدرس اللي قال لهم إن أبوها كان هنا وقال له إنها عايزة تفضل في المدرسة خلاص. وكلهم بيبقوا فرحانين إن شيري هتفضل معاهم، وهي كمان بتبقى مبسوطة إن في ناس حواليها بتحبها لأنها أول مرة تحس بده في حياتها. وبعد اليوم ما بيخلص بتكون شيري في دماغها حاجة واحدة بس، وهي إنها إزاي تقرب من صاحبنا اللي الأيام اللي فاتت بعدتهم عن بعض جدا. فبتقرر تعزمه على أي حاجة بعد المدرسة وبيروحوا مع بعض المول اللي جنبهم. لكن الغريب لما قابلوا هناك واحدة من العيال الرخمة اللي مش ناويين يجيبوها البر، واستغربت شيري إنها بتقول له أنا عارفة السر اللي أنت مخبيه وبشوفك بالليل وأنت واقف مع شوية عيال مشبوهين وشك إنك معاهم، وكفاية بقى فضايح لحد كده همشي أنا خلاص. فبيتوتر كاي إن سره بيتفضح وبيمشي من المول على طول، وكل ده وشيري ولا فاهمة أي حاجة. وتاني يوم في المدرسة بتروح شيري ناحية أوضة المخزن على أمل إنها تقابله، ولما بتوصل هناك بتكتشف إن المدرسة قفلتها بعد ما كاي طلب من المدير كده. فشيري ما بتبقاش فاهمة هو ليه عمل كده وبتقلق عليه جدا. وبالليل بتقرر إنها تمشي في الشارع على أمل إنها تشوفه وتعرف هو بيعمل إيه. وبعد مشي كتير في الشوارع بتوصل لفندق كده في نص المدينة، وبتفضل تلف حوالين الفندق لحد ما بيوقفها واحد من الحرس هناك وبيسألها هو أنت بتدوري على مين. وهنا بالصدفة أخدت بالها إن كاي جوه الفندق، وبنعرف إنه شغال في الاستقبال علشان يجمع فلوس ويصرف على نفسه. وأصحاب الفندق بيحبوه جدا لأن الزباين بتيجي أصلا بسببه هو. ده غير إنه بيقعد كتير في الشغل، وده اللي بيخليه يروح ينام في المدرسة تاني يوم. واما بيعرف إن في بنت بتسأل عليه بره بيجري بسرعة لأنه متأكد إنها شيري. وفعلا لما بيلاقيها هي بياخدها معاه وبيجروا بسرعة لحد ما بعدوا عن الفندق، وبيطلب منها تبعد عنه وتشوف حياتها لأنه مش عايز يحس بالذنب إنها متعلقة بشخص غامض زيه. لكنها بترفض وبتقول له إن هو السبب في تغيير حياتها وهي هتبقى السبب في تغيير حياته هو كمان. وتاني يوم في المدرسة بيوصل كاي آخر واحد في الفصل، وبيلاقي أصحابه كلهم مستنيينه وبيتخانقوا معاه لأن في صورة امبارح انتشرت له وهو واقف مع شيري بلبس الشغل. وبيبقوا مستغربين هو ليه كان مخبي عليهم إنه بيشتغل بعد المدرسة وإنه مش غني زيهم، وقالوا له إن دي حاجة ما تزعلهمش لأنهم أصحاب بجد ومش فارق معاهم إذا كان بيشتغل ولا لأ. لكنهم دلوقتي متضايقين لأنه كان بيكذب عليهم. الفكرة كلها دلوقتي مين اللي صور الصورة دي. تاني يوم كانت شيري لا بيها ولا عليها كده وماشيه كالعاده بنور الله كده، لقت بنت صاحبتهم اسمها مارين بتعترف بحبها لكاي لكنه بيرفضها، وبيقول لها انه بيحب بنت تانية لكنه ما قالش اسمها، وبيرفض يقول لها هي مين البنت دي. فشيري رجعت بسرعه لاصحابها علشان يلحقوها، فقالوا لها شفت بقى مارين دي قويه وجريئه علشان كده اعترفت له، على عكسك انت يا خايبه يا اللي مش عارفه تقولي له حاجه. فبتفكر شيري لحظه كده وبتقول لهم بس انا لو قلت له انه بحبه ورفضني انا ممكن اموت. فقالوا لها اصبري بس وسيب الموضوع ده علينا. وبعد المدرسه بتروح مع اصحابها الفندق في المدينه، واما بيوصلوا هناك بتتصدم لما بتعرف ان ده الفندق اللي بيشتغل فيه كاي اصلا. فقالت لهم ايه يا مجانين انتوا الخطه اللي في دماغكم. ولما دخلت لقت مارين موجوده ومعاها كام واحد كده اصحابها اللي كانت بتقول لهم بصراحه بقى انا عايز اخلص منها علشان يفضل قلب كاي ويرتبط بيا. واتفرست اكتر لما شافتهم الاتنين مروحين مع بعض. المهم تاني يوم بيعرفوا ان المسابقه الرياضيه اللي المدرسه بتعملها كل سنه قربت، فراحت شيري مع اصحابها يجهزوا الدنيا لانهم كل سنه بيشاركوا في سباقات الجري اللي بتتعمل. وفعلا بعد كام يوم بتبدا
بتبدأ المسابقات وبيبقى فريق شيري اشهر فريق في المدرسة بسبب الرسومات اللي هي عملتها على تيشيرتاتهم، لكنها بتلاحظ ان كاي مش موجود في فريق التشجيع، فبتتوقع انه راحت عليه نومة كالعادة في المخزن، فبسرعة جريت على هناك علشان تصحيه قبل ما المسابقات تخلص. لكن فجأة عيل رخم من اللي في المدرسة وقعها وعمل نفسه مش قاصد، لكن الغريب لما شافت معاه مفاتيح المخزن فشكت انه يكون قافل على كاي من بره، فبسرعة جريت على هناك وفعلا اللي هي فكرت فيه طلع صح. لكن اخر حاجة كانت ممكن تتوقعها انها تدخل تلاقيه مربوط من ايده ومن رجله زي ما يكون مخطوف، وليه كل ده محدش فاهم. المهم انها فكته وكانت عايزة تعرف مين عمل فيه كده، لكنه قال لها المهم دلوقتي انه متأكد انها هتقدر تفوز في المسابقة، علشان كده عايزها تركز في الهدف المهم. وفعلا بعد شوية بتنزل شيري تاني وبتروح للواد اللي كان حابس كاي وبتقول له هو واصحابه المتنمرين اللي معاه دول نخلص بس اللي احنا فيه ده وانا هوريكم. فكلهم بيخافوا لانهم كانوا فاكرين انها قطة مغمضة ملهاش في المشاكل، لكن كان واضح ان شيري قلبها مات خلاص. بعدها بيبدأ السباق وبتجري شيري باقصى سرعة عندها وكأنها طايرة فعلا في الهواء، وبعد ما بتخلص السباق بتقعد على الارض من التعب وبيروح اصحابها يباركوا لها. والمفاجأة لما بيشوفوا رسمة على ظهرها فبتقلع شيري التيشيرت وبتلاقي على ظهرها رسمة أجنحة، فبتفهم ان كاي هو اللي رسم لها الرسمة دي وهم في المخزن سوا، وهوب راح مغمى عليها. يا سلام عليك والله يا شيري. طبعا المدرسة كلها اتقلبت واتصلوا يا ابني على الاسعاف علشان يشوفوا القتيلة دي، وكل ده ولا هي هنا، وعمالة تتخيل انها في حلم لانه مستحيل ده يبقى حقيقي، خصوصا ان كاي فضل جنبها طول الوقت، فبتقرر تعترف له بحبها بما انها في حلم بقى، ما هو لا يبقى حلم ولا حقيقة يعني. وفجأة بيقرب منها كاي وبيبوسها. طبعا كل ده هي لسه فاكرة انها بتحلم، لكن بعد ما خفت اكتشفت ان كل اللي حصل ده كان بجد ولا حلم ولا حاجة، وبتتصدم انها قالت له خلاص انها بتحبه، وبتبدأ تفكر هتعمل ايه وهتقولي اول ما تقابله، ولسه ما كملتش تفكير لقيته في وشها، فطلعت تجري بسرعة على الفصل لانها مكسوفة منه. ولما بتوصل بتلاقي بوكيه ورد سابه لها واحد من الثلاثة اللي حبسوا كاي في المخزن، وبكل برود بيكون مع البوكيه جواب غرامي بيقول لها فيه انه بيحبها وعايز يرتبط بيها، فبينتشر الخبر بسرعة في المدرسة وبيشجعها اصحابها ترتبط بيه. لكن كاي بيظهر فجأة قدامها وبيقول لها براحتك لو عايزة ترتبطي بيه انت حرة، وبيكون واضح انه هيموت من الغيظ، بس عامل نفسه انه عادي يعني، ولكنها اعترفت له من كام يوم. فبتنزل شيري بعد المدرسة وهي خايفة لا يكون فاكر انها بتضحك عليه ولا بتحبه ولا حاجة، وفي طريقها للبيت بتوقفها سيرينا وبتقول لها ايه يا منيلة مالك بتجري وانت بتعيطي ليه؟ ولما عرفت باللي حصل لها شجعتها تروح تتكلم معاه على امل انه يقول لها الحقيقة وانه بيحبها هو كمان ويرتبطوا بقى. وفعلا بتتشجع شيري وبتروح تطلب من كاي يطلع الفصل علشان عايزة تتكلم معاه، وفي الفصل بتفضل ترتب كلامها لانها مش عارفة المفروض تقول ايه اصلا، لحد ما بيوصل كاي الفصل ويقول لها بقول لك ايه انا هوفر عليكي كتير، انا بحبك وبقالي 8 شهور اصلا بحبك. فبتقع على الارض من الصدمه وبتقول له يا امك بتحبني انا مش مصدقه نفسي، انا شكلي بحلم ولا ايه؟ فبيقرب منها كاي وبيديها واحده امباليه والدنيا بتبقى موز باللبن على الاخر يا صديقي. وتاني يوم بيقف في طريق المدرسه مستنيها علشان يوصلها المدرسه بما انها بقت حبيبته خلاص، وبيشوفوا وقتها اصحابهم وهم ماسكين ايد بعض فمش بيصدقوا نفسهم وبيقولوا لهم ايه الصناره غمزت ولا ايه خلاص؟ فبيقول لهم كاي ايوه انا وشيري مع بعض فخفوا بقى، وبيكملوا طريقهم. وفي المدرسه بتتجمع البنات حوالين شيري ومش بيبقوا مصدقين انها ارتبطت، فبتقول لهم والله يا اخوات انا ما اعرف ايه الارتباط ده اصلا بس احنا بنحب بعض. فقالوا لها انت هتعملي فيها مجنونه علينا، ده انت طلعت مش سهله خالص، انت الوحيده من بين بنات المدرسه كلها عرفتي توقعيه. فقالت لهم لا الموضوع مش كده، وهربت بسرعه علشان كانت محرجه. المهم في نفس اليوم بتقرر شيري انها تطلب من كاي يخرج معاها بما انه بقى حبيبها، فبتروح له وقبل ما تكمل كلامها بيطلع كاي على المسرح علشان يفتتح الاجتماع. بيبدا الكلام وبيقول لهم صباح الخير انا عايز اقول كلمه واحده بس، وبيعترف قدامهم انه بيحبها وعايز يخرج معاها بس كده سلام. فكل الطلبه كانوا ميتين على نفسهم من الضحك علشان اول مره يشوفوا حد بيعترف كده، وبتفضل شيري واقفه في نص القاعه مش مصدقه ان ده حصل اصلا، لحد ما بيروح لها كاي وبيقول لها انهم خلاص بقوا مرتبطين رسمي قدام الكل. وبيخلص الانمي الملزق ده اخيرا قبل ما الواحد يجي له جفاف عاطفي. فعايزك تقول لي يا صديقي ايه رايك فيه، ولو عجبك اعمل لايك علشان اعرف، وبرضه اشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. بس كده يلا سلام.